هذان زوجان شابان راضيان جدا بحياتهما البسيطة ويعيشانها على أكمل وجه، إلى أن تغير خيانة واحدة كل شيء. والآن مع وجود زوجها الذي يصارع من أجل حياته في المستشفى، تضطر المرأة إلى اتخاذ قرار يائس للحصول على المال الذي تحتاجه، ولكن هذا سيأتي بثمن باهظ للغاية. وما لا تدركه في ذلك الوقت هو أن هذا القرار الوحيد سيعود ليدمر كل شيء في حياتها التي تبدو سعيدة. يبدأ الفيلم في أحد شوارع المدينة المزدحمة، حيث نرى شابا يدعى نولي يراقب امرأة تجري مكالمة على هاتفها. وفجأة يندفع نحو المرأة ويخطف الهاتف ويهرب. ومع عدم وجود أي شخص يهب لمساعدة المرأة، يهرب نولي بسهولة بالهاتف ويعود إلى منزله إلى زوجته إزميرالدا. وعندما يلتقي الاثنان معا، تريها نولي الهاتف على الفور وتحتفلان معا، وذلك عندما نرى أنهما زوجان يكسبان رزقهما من السرقة من الآخرين، وغالبا ما يذهبان إلى الشوارع ويسرقان من الضحايا الغافلين أشياءهم ثمينة لبيعها. وبينما يستعدان لتناول العشاء في ذلك المساء، نرى أن إسمي سعيدة للغاية بنجاح زوجها، ومع ذلك اليوم لا تدوم السعادة إلا للحظة واحدة، إلا أن ينزعج نولي فجأة عندما يرى هدية من رجل يدعى الكابتن برانسيس، وذلك عندما نعلم أنه طلب مرارا وتكرارا من إسمي عدم قبول المزيد من الهدايا منه، لأن نولي لم تعجبه الطريقة التي ينظر بها برانسيس إلى زوجته، ويشك في أن لديه دوافع خفية. ومع ذلك تحاول إسمي طمأنته بأنه لا يمكن لأحد أن يأخذها منه، وفي تلك اللحظة يضيع الاثنان في نفسيهما وهما يتشاركان لحظة. وبحلول اليوم التالي يخرج الزوجان للعمل، ولكن هذه المرة كانا يعملان معا بينما كانا يراقبان السياح الذين كانوا في الشارع. وسرعان ما وجدوا هدفهم، وبينما كانت إسمي التي كانت تتمتع بموهبة التحدث باللغات الأجنبية تقترب من الرجل وتشتت انتباهه، وجد نولي في ذلك المساء أثناء عودتهم إلى المنزل اشتروا طعاما من السوق لتناول العشاء. ولكن ما إن يقترب من منزلهم حتى يلمح الكابتن برانكيس إسمي ويقرر أن، وعلى الرغم من أنه من الواضح أن نولي لا تشعر بالارتياح لوجوده، إلا أن برانشيس قرر أن يخبر إسمي أن هناك وظيفة شاغرة يعتقد أنها مناسبة لها وقد تخفف من أعبائهم المالية. بالطبع رفض نولي لأنه يعلم أن برانسيس لديه اهتمام خاص بزوجته. ومع وصولهما إلى المنزل يصبح نولي أكثر حساسية تجاه برانشيس، حيث يخبر إسمي أنه يعتقد أن برانشيس يحاول إبعادها عنه، خاصة وأن الكثيرين يعلمون أن إسمي امرأة جميلة وأنه لا يستطيع توفير حياة كريمة لها بعد. ومع ذلك تخبره إسمي ببساطة أنها لا تمانع، وأن كل ما تريده منه هو أن يستمر في حبها سواء كانوا أغنياء أو فقراء. وفي هذا المزاج السعيد يصنع نولي مازحا خاتما من ورق القصدير الورقي ويعطيها إياه بينما يتشاركان العشاء. ولا بعد أيام قليلة فقط يزوره أحد أصدقاء نولي ويدعى نولي نؤتي في المنزل ليبلغهم عن هدف سهل وجده للتو. لذا وافق نولي سريعا على الذهاب إلى هنا، ولكن عندما يصلون إلى الموقع يخبره نؤتي أنه سيكون على أهبة الاستعداد بينما ينفذ نولي عملية السرقة. لا ترى أي ضرر في الخطة. يوافق نولي وهو يقترب من الهدفين وينجح في انتزاع الحقيبة منهما، استنادا إلى حقيقة أنه يتمتع بخبرة جيدة في التجارة وعلى دراية كبيرة بالمناطق المحيطة، فإنه يهرب بسهولة للقاء. ومع ذلك يحدث تحول في الأحداث، حيث يقوم نؤتي فجأة بسحب سكين عليه ويطعنه قبل أن يهرب بالغنائم. بالكاد وصل نولي إلى المستشفى، وعندما تصل إسمي لزيارته يخبرها الطبيب أنه ليس يحتاج إلى بعض العلاج الذي سيكلف الكثير من المال، وهذا يدفع إسمي على الفور إلى البدء في التفكير في كيفية تدبير المال لإنقاذ زوجها. ومع ذلك عندما يسألها نولي عن سبب نظرة القلق التي تعلو وجهها تتجاهل الأمر ببساطة وتخبره أنها سعيدة فقط، لكن الأفكار حول كيفية الحصول على مثل هذا المبلغ من المال تبقى في ذهنها أثناء عودتها إلى المنزل في تلك الليلة. ومع ذلك بينما كانت تنتظر الحافلة رأت ملصقا يحمل وجه بارانيس، وعندها خطرت في ذهنها فكرة أن تقابله وترى ما إذا كان بإمكانه مساعدتها بالمال. لذا تذهب إسمي لرؤية برانشيس في مكتب، يراها على الفور. سألها ما هي المشكلة، وذلك عندما أخبرته إسمي أنها تحتاج إلى المال لدفع فاتورة مستشفى نولي. أخبرها برانسيس في البداية أنه لا يوجد مكان للعمل وأنه لا يستطيع المساعدة، ولكن في اللحظة التي تبدأ فيها إسمي في المغادرة يقترح برانشيس اقتراحا بأن هناك طريقة لكسب المال. فهمت إسمي على الفور معنى ذلك ورفضت العرض. ومع ذلك عندما يضيف برانكيس المزيد من المال ويخبرها أنه لا يجب أن يعلم أحد بذلك تبدأ عزيمتها في الذوبان حتى تستسلم في النهاية. يقضي الاثنان في نهاية المطاف عدة ساعات معا في وقت متأخر من الليل، ولكن في النهاية ينتهي الأمر بإسمي إلى الشعور بالاشمئزاز مما فعلته للتو بينما تستجمع نفسها وتعود إلى المستشفى. وفي غفلة منها تراها إحدى جاراتها وتدعى ريكا وهي تغادر مكتب برانيس وتشك على الفور فيما حدث. عندما تعود إسمي إلى المستشفى تقوم على الفور بسداد الفاتورة المستحقة، وعندما يسألها نولي من أين حصلت على هذا المبلغ الكبير بهذه السرعة تضطر إسمي للكذب، حيث تخبره أنها تمكنت من بيع أحد الهواتف التي سرقت في وقت سابق بسعر مرتفع للغاية. وبعد بضعة أيام
يخرج نولي في النهاية إلى المنزل وتستمر إسمي في الاعتناء به. ومع ذلك في أحد الأيام بينما يخرج للاسترخاء في الحديقة تراهي ريكا وتقترب منه على الفور للتحدث معه، وعندها نرى أنها في الواقع كانت تضمر مشاعر تجاه نولي منذ فترة طويلة، حيث أخبرته على الفور بما رأته في مكتب برانسيس عندما كانت نولي لا تزال في المستشفى. سماع هذا جعل نولي يستشيط غضبا لأنه لم يستطع تحمل فكرة خيانة إسمي له. لذا سرعان ما يعود إلى المنزل ليواجه إسمي ويسألها كيف أمكنها أن تخونه بهذه لكنها تنكر الاتهام وتخبره أن كل ما سمعه هو كذب، وهو ما يثير غضب نولي أكثر فأكثر، حتى أنه يدفع إسمي نحو الحرب. وعندها أدرك أنه ربما كان يبالغ في ردة فعله، حيث اهدأ في النهاية على الرغم من أنه لا يزال يشك فيها. في هذه الأثناء يبدأ نولي بملاحقة إسمي في كل مرة تخرج، ومع ذلك فهو غير قادر على العثور على أي دليل يربط بين إسمي وبرانسيس. ثم في إحدى الأمسيات بينما كان يخرج إلى الحديقة زار برانسيس إسمي في المنزل وأحضر لها، وبينما يسألها عن سبب عدم التزامها بجانبها من الصفقة، وذلك عندما أخبرته إسمي أن ما فعلته كان خطأ وأنها لا يمكن أن تسمح بحدوث ذلك، إلا أن برانكيس ليس مستعدا للاستماع إليها، حيث يجذبها بعنف إلى نفسه ثم يحاول أن يفرض نفسه عليها بالقوة. وعلى الرغم من مقاومة إسمي لمحاولاته، إلا أن برانسيس كاد أن يتغلب عليها عندما دخلت نولي الغرفة وهابت. عندما يرى برانكيس أنه لن يتمكن من الحصول على ما يريده مرة أخرى، يقرر برانكيس فتح إسمي، حيث يخبر نولي أن المال الذي استخدمه في دفع فاتورة المستشفى كان منه وأن إسمي قد خانه. تنهار إسمي الآن وهي مكشوفة تماما، وتبدأ في التوسل وهي تخبر نولي أنها فعلت كل شيء من أجله حتى يحصل على أفضل علاج، لكن الخيانة كانت أكبر من أن يتحملها نولي الذي خرج غاضبا من المنزل لتهدئة نفسه. وعلى مدار الأيام القليلة التالية يستمر نولي في البقاء خارج المنزل لوقت متأخر أو مغادرة المنزل مبكرا بينما لا يعطي إسمي. ثم في ظهيرة أحد الأيام بينما كان في المنزل وأخبرته إسمي أن الطعام جاهز، أخرج نولي في النهاية إحباطه عليها، حيث أمسكها بعنف وعلقها على الحائط. ثم في لحظة من المفترض أن تكون رومانسية يذهب إلى الطريق الآخر فقط حتى يتمكن من التسبب في الكثير من الألم. الوقت الذي انتهى فيه أطلق ضحكة شريرة قبل أن يخرج غاضبا من المنزل مرة أخرى. بحلول اليوم التالي نرى أن نولي لا يزال غاضبا جدا من إسمي بينما يغادر المنزل مرة أخرى ويذهب إلى الحديقة، ولكن أثناء تواجده هناك تجده ريكا مرة أخرى، وهذه المرة توضح له نواياها بوضوح، حيث تخبره أنه يمكنه الانتقام من إسمي وأن يكون معها بدلا من ذلك. يقرر ريك نولي الذي لا يزال يحترق غضبا أن ينتهز الفرصة ويأخذ ريكا إلى جزء من أحد المباني ويقضي معها وقتا خاصا، ومع ذلك في منتصف الطريق يتوقف فجأة ويذهب بعيدا، تركا ريكا محبطة تماما. وبحلول الوقت الذي يعود فيه إلى المنزل يجد نولي إسمي نائمة على يبدو أن المنظر يثيره فيقوم بلمسها بلطف، وعندما تستيقظ يشعر نولي في مشاركة لحظة حميمة معها. يبدو في البداية أنه قد تم حل الموقف بينهما الآن، ومع ذلك في منتصف الوقت الذي قضياه معا عندما ينظر نولي إلى المرآة بدلا من أن يرى نفسه فإن ما يراه هو صورة برانس، وهذا ما يثير غضبه على الفور مرة أخرى، حيث يدفع إسمي بعيدا ويخرج من المنزل. في هذه الأثناء وبينما تحاول إسمي مواصلة عملهما في سرقة السياح تصطدم بالخطأ بامرأة تجيد فنون الدفاع عن النفس، فتضربها المرأة بوحشية وتعود إسمي في النهاية إلى المنزل مصابة بكدماء. عندما يراها نولي وتروي له ما حدث يشعر نولي فجأة بالشفقة عليها ويتعكر مزاجه وهو يحاول الاعتناء بها، ومع ذلك أثناء حديثهما يبدو أن كل معلومة صغيرة تبدو وكأنها تذكره ببرانسيس، ولكن هذه المرة تمكن من احتواء نفسه، وبعد بضعة أيام فقط يستأنف الاثنان العمل معا لتلبية احتياجاتهما. ومع ذلك يتغير كل شيء مرة أخرى في يوم من الأيام عندما يغضب نولي من زوجته ويبدأ في إيذاء إسمي جسديا، حتى أنه يعذبها كلما قضيا وقتا خاصا معا، وغالبا ما يتركها تشعر بالخجل من نفسها. لكن في كل هذا تقرر إسمي البقاء معه وتكون دائما على استعداد كلما طلب منها ذلك أن تسامحه. ومع ذلك فإن إحدى الحلقات بالذات تذهب في النهاية إلى أبعد مما ينبغي، ويبدو أن نولي يدرك أنه قد فعل الكثير، حيث يذهب إلى الحديقة وأثناء وجوده مرة أخرى تقابلها ريكا وتخبره أن بإمكانه التخلي عن إسمي والقدوم للعيش معها بدلا من ذلك. يوافق في البداية على هذا الترتيب، ولكن أثناء سيرهما إلى المنزل يقرر فجأة رؤية إسمي مرة أخرى. عندما يدخل المنزل يرى أن إسمي وبرانسيس معا. بالنسبة إلى نولي يبدو أن هذه هي القشة الأخيرة بالنسبة له، حيث يمسك بسكين على الفور وذلك عندما صفت عيناه أخيرا وأدرك أنه كان يهلوس، وذلك عندما نرى أن إسمي كانت في الواقع بمفردها في المنزل وأن برانسيس لم يكن معها. أدرك نولي بعد فوات الأوان أنه طعن زوجته لأن كل الذكريات الجميلة التي تشاركاها معا تتدفق في ذهنه. ثم في المشهد الختامي للفيلم نرى أن نولي الآن في مستشفى للأمراض النفسية ويتلقى ونرى أيضا أن إسمي قد نجت في النهاية من الإصابة، وأنها جاءت لزيارة نولي للمرة الأخيرة، حيث تخبره أنه على الرغم من أنها ستستمر في حبه إلا أن حالته تفوق قدرتها على تحملها.
وهذه هي خلاصة وهم الفيلم. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى أن تترك إعجابك، اشترك في القناة واترك تعليقا لنا أيضا. شكرا لمشاهدتكم ونراكم في الحلقة القادمة.